السلام عليكم خاوتي، واش راكم ديروا؟ توحشناكم بزاف خاوتي. عندنا بزاف ما درناش فيديوهات، نتمنى تكونوا لاباس وبخير عليكم خاوتي. جينا لكم اليوم فيديو جديد. توقعات دوري ابطال اوروبا في الدور 16. ان شاء الله خاوتي نصدقوا التوقعات تاعنا. ربي يحفظكم كامل. نتمنى منكم ديروا ابوني وجام وتبارطاجوا لنا الفيديو وتعطيونا تعليق باهي. ربي يحفظكم كامل. مخرج، اعطينا الانترو دوري ابطال اوروبا. رجعنا لكم خاوتي من جديد، ونبداو توقعات مع بعضنا. نبداو بأول مباراة مانشستر سيتي ولايبزيك الألماني. هذه المباراة خاوتي محسومة من أولها. أنا نحسمها لكم من الآخر خاوتي. راح نتوقع مع نادي مانشستر سيتي. نروح للمباراة الثانية، كلوب بروج البلجيكي وبورتو البرتغالي. هذه مباراة مليحة خاوتي، مباراة قوية ما بين ناديين متوسطين، ومش أقوياء بس متوسطين. نتوقع النادي اللي راح يتأهل من هذه المباراة هو نادي بورتو البرتغالي. نروح خاوتي المباراة الثالثة، وهي مباراة القمة، مباراة الأبطال. المباراة هذه تخص نادي ريال مدريد وليفربول الإنجليزي. نتوقع نادي ريال مدريد هو اللي يفوز، خاطر نادي ليفربول كيما نعرف خاوتي باللي النادي هذا راهو يواجه في مشاكل في الدوري نتاعو، ديما راهو خسارة ورا خسارة، ويحتل المركز العاشر. نادي ليفربول. نتوقعوا نادي ريال مدريد هو المتأهل. نروحوا لمباراة أخرى، وهي مباراة توتنهام الإنجليزي وميلان الإيطالي. هذه المباراة جد قوية وجد قوية جدا 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 خاوتي. هذه المباراة صعبة لاختيار نادي المتأهل، بصح أنا خاوتي نتأهل نادي ميلان الإيطالي. نتوقع نادي ميلان الإيطالي هو الذي سيتأهل، لأن نادي ميلان الإيطالي هو مبقات له حتى حاجة في سما، مبقات له حتى مسابقة يشارك فيها، مبقات له غير على دوري أبطال أوروبا. هو راح يركز يقدم التركيز تاعو كامل على هذه البطولة اللي هي دوري أبطال أوروبا. نروح لمباراة أخرى، وهي مباراة لنادي متألق جدا في الدوري نتاعو، وهو نادي نابولي الإيطالي. من هذه المباراة خاوتي، المباراة هذه تخص نادي نابولي الإيطالي وفرانكفورت الألماني، نادي الدجاج، نادي الحمامة. المباراة هذه جد ممتعة ثاني خاوتي. نتوقع من هذه المباراة نادي نابولي راح يفوز بفارق كبير بزاف، خاطر هو متألق في الدوري نتاعو وفي الكأس نتاعو المحلية، ومتألق بزاف خاوتي. نروحوا لمباراة واحدة أخرى خاوتي، اللي هي مباراة جد ثاني حماسية، وهي تخص نادي تشيلسي الإنجليزي وبوريسيا دورتموند الألماني. هذه المباراة جد ممتعة ثاني خاوتي. نتوقعوا نادي بوريسيا دورتموند، لأن تشيلسي يعاني من عدة مشاكل في النادي نتاعو، من الرئيس وإلى آخره، وهو يحتل المركز التاسع على ما أظن. نادي تشيلسي ضعيف جدا، ضعيف. رسالة إلى بلال حداد، نادي تشيلسي ضعيف جدا. احترم مشاعرنا علينا، 11 نقطة مش قليل كتير كتار. نروحوا المباراة ما قبل الأخيرة، وهي مباراة إنتر ميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي. هذه المباراة ثاني جد ممتعة خالتي، تخص ناديين جد قويين. وهذه المباراة نتوقع منها الفائز وهو نادي إنتر الإيطالي، لأن نادي إنتر الإيطالي هو أقوى بلاعبيه وبخبرته، بالخبرة نتاعو. نادي بورتو ضعيف قليلا. والمباراة التي
سنتكلم عليها الأخيرة، وهي مباراة جد قوية وستلعب يوم الثلاثاء من هذا اليوم على 8 مساء على ما أتوقع نادي الذي سيتأهل من هذه المباراة هو باريس سان جيرمان، والذي سيفوز عليهم ويسجل هو أفضل لاعب في العالم وهو ليونيل ميسي. Un poco caliente por el final. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. أفضل لاعب في التاريخ. وهذا خاطي. توقعنا لكم من الذي سيفوز في هذه المباريات للدور 16 من دوري أبطال أوروبا. خاوتي، ربي يحفظكم كامل. وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى منكم ديروا لنا جام، تبارطاجيو لنا الفيديو، ودعمونا شوي، طلعوا القناة. ما تنساوش ثاني تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام، تيك توك، وصفحة في الفيسبوك. ربي يحفظكم كامل خاوتي، نتمنى لكم التوفيق. سلام.